شركة اليرموك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن في هذا اليوم المبارك ومن قرية دير القن في قلب الصحراء في البادية الشمالية الشرقية، يوجه هذا النداء أخو وشحة بعد أن ذهب إلى البنك يوم أمس، وكان راتبه التقاعدي محجوز عليه لشركة مياه اليرموك. هذا الشركة الذي حجزت على رواتب الضعفاء والمساكين من أبناء البادية الشمالية. وبعد هذا الحكي هذا الرجل يعيل عدة عوائل ووقفوا راتبه محجوز عليه بدون قرار محكمة. فمن أعطى الصلاحية لهذه الشركة بأن تحجز أموال الناس ورواتب المتقاعدين بعد أن فنى عمره في المحاربة في حرب فلسطين؟ خدم في فلسطين في باب الواد وبالقدس وباللطرون وحضر معركة الكرامة، وبعد ذلك تجي شركة اليرموك لا نعرف من هو ومن وراها يحجز على راتب هذا الرجل. تفضل يا أخو وشحة، وجه نداءك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رئيس الحكومة، وقفوا رواتبنا شركة اليرموك. أيوة، أنا متقاعد، رحت للأزرق أمس ولهم يقول راتبك موقف. يا سيدي، من حاج ندائي هذا لك يا رئيس الحكومة. حاج عليه شركة اليرموك؟ حاج عليه شركة اليرموك، وأنا رجل متقاعد ما في غير هالراتب. الله وكيلك، وبرقبتي عيال وبرقبتي يا عمي يمشون. شو القرار هذا؟ ليش يحجون راتبي يا عمي؟ يودوني على المحكمة واللي علي أدفعه، اللي علي أدفعه بشكل صحيح بأقساط مريحة. نعم. فهذا الرجل يوجه هذا النداء ويقول: أين القادم الأفضل؟ هل هي القادم الأفضل إيقاف رواتب المتقاعدين العسكريين الذي أفنى عمرهم في خدمة هذا الوطن؟ هل هذا هو القادم الأفضل؟ يا سيدي. أيوة سيدي يا أخو وشحة. يا سيدي يا رئيس الحكومة، أنا أوجه الحكي هذا الرئيس الحكومة، ووقفوا رواتبنا يا سيدي. الله وكيلك، وقفوا رواتبنا إنه مع وجه العيد، يعني أعمال ما هي أعمال إنسانية. كيف وضعك الآن؟ وضعي والله سيء الآخر، صفر صفر صفر؟ والله صفر، والله ما جد القرش بالدار، وعيالي والله حرمتهم. هل هذا هو القادم الأفضل؟ حرمتهم حتى الأكل الزينة، حرمتهم الطعام، وحرمتهم ماني قادر أشتري من الدكانة. منين أريد أجيب لهم وأنا عمري 84 سنة، وخدمت بالجيش وخدمت يعني قناي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.